او مثلا يجي يجري. ده حاجة. الحاجة التانية ألم الحوض الجهة الخلفية للفخذ. ليه بيحصل؟ بسبب ضعف عضلات الجلوتس ميدياس او جلوتس ماكسيمم. اوكي، فبيحصل شد في الخلفية وبيحصل دوران برضو للحوض من الخلف. اتفقنا؟ برضو ألم الحوض للركبة بيحصل بسبب ايه؟ بسبب ضعف الجلوتس ميدياس او سقوط الركبة للداخل اللي هي فالجاس. تمام؟ او بيحصل دوران الفخذ للداخل بسبب ضعف الحوض. ده كده برضو مشكلة او نتيجة ألم الحوض او علاقة الحوض بالركبة بسبب الحاجات دي كلها، سواء ضعف او سقوط الركبة او دوران كمان. ألم الحوض الجهة الجانبية للفخذ اللي هي عضلة الايت باند. اوكي، عضلة الايت باند هي بيحصل فيها ألم ليه او مشكلة ليه؟ بسبب شد في عضلة التنسول فاشيا لاتا. اوكي، بسبب ضعف الجلوتس ميدياس، بسبب احتكاك الايتي باند اوكي بعضلة فاستس لاترس. تمام؟ ده كلها كده مشاكل مع بعض. في حاجات تانية في حاجات تانية. اخر حاجة هنتكلم فيها ازاي نفرق ما بين ألم الحوض وألم العضلة نفسها. ازاي نفرق فيها؟ اوكي، طبعا انا مش كنت متخيل ان الفيديو ممكن يوصل ل 8 دقايق او 9 دقايق، بس اعذروني على التطويل، فان شاء الله تستفادوا برضه. قاعدة مهمة جدا. ايه هي القاعدة؟ القاعدة ان مكان الألم مش مصدر الألم، زي ما اتفقنا قبل كده. اوكي، او في بداية الفيديو او في الفيديو اللي فات كمان. مكان الألم مش مصدر الألم. ممكن اللاعب يشاور على الفخذ او يشاور على الاماميه ان فيها الم، بس الاختبارات بتاعتها سليمه. فالمشكله بتكون فين؟ المشكله بتكون في الحوض. اوكي، او اللاعب يشاور على الركبه بس سبب تاني ممكن يكون فين؟ ممكن يكون في الحوض او في القدم. طب ازاي نفرق ما بينهم؟ بنفرق ما بينهم من خلال 5 محاور مهمين جدا. ايه هما؟ اول حاجة طبيعة الألم. الألم ألم الحوض هو بيكون عميق في العضلة من جوه ومنتشر. بمعنى ايه منتشر؟ منتشر على اساس في العضلة كلها. اوكي، منتشر، صعب يتحدد بسهولة. تمام؟ بيوصف بايه؟ ممكن يكون في شد غامض او وجع داخلي، تمام، من غير سبب، او عدم راحة. اوكي، فمش بيكون محدد موضوع معين او نقطة معينة، عكس الألم العضلي نفسها او مشكلة في العضلة نفسها بيكون موضوعي. اللاعب بيشاور على نقطة معينة او نقطة واحدة، وغالبا بتكون شد او مزق او حرقان. اوكي، لو كان حرقان ففي الغالب بيكون حاجة تانية، مثلا ممكن تكون اعصاب. اوكي، فلو اللاعب قالك حاسس بوجع جوه فكر في الحوض. الطبيعة التانية او المحور التاني، امتى بيظهر الألم؟ ألم الحوض هو مش بيحصل مرة واحدة، مش مفاجئ، مش زي المزق بيحصل وقتي، لأ، بيكون على تراكمات. يعني زي مثلا بيظهر مع الجري الطويل، تغيير اتجاهات بسرعة. اوكي، ممكن يحصل مع الوقوف على رجل واحدة لفترة طويلة. اوكي، فهو بيبدأ من غير إصابة معينة أو غير إصابة محددة. اتفقنا؟ فأما الألم العضل هو بيظهر فجأة أثناء التسارع، أو أثناء مثلا لما الشخص يشوط الكورة. اوكي،
اللاعب بيقولك حاسس بشد فجأة أو مزق، تمام، زي مثلا في الخلفية مرة واحدة على طول حركة مفاجئة حصل مزق. فلو ألم مفاجئ دوت ألم عضلي، بس ألم تدريجي مع الوقت لا، ده حوض غالبا. المحور الثالث اللي هو الاختبارات. اوكي، الاختبارات او الفحص باللمس. ألم الحوض، تمام، هو لما بتيجي تضغط على العضلة الألم مش واضح، اوكي، او الألم ضعيف، بس لما تيجي تحرك العصب سوري تحرك المفصل، هنا الألم بيزيد جامد. وده اللي بيفرق ألم العضلة وألم الحوض. الحوض، تمام، او لو الاختبارات بتاعتك سليمه، تمام، بتاعت العضله ولسه في الم، بس لو بصيت على الحوض نفسه، الم الحوض نفسه لا، لما تحرك المفصل بيحس بالم جامد جدا. فده نفرق ما بينه الحوض، ما بين الحوض وما بين ايه العضله نفسها. اما العضل، الم العضل هو بيحصل فجاه، اوكي، آه بيطلع الم فوري، تمام. لما بتيجي تعمل الاختبارات لا، بتلاقي الاختبارات بتكون في مشكلة، سواء كان مزق او اجهاد او خلافه. اوكي، ممكن تحس بعقدة عضلية في العضلة نفسها، ده بيظهر مع اللمس او مثلا مع ريليز، تمام. المحور اللي بعد كده او المحور الرابع حاجة اسمها اختبار العزل. اختبار العزل، لو العضلة نفسها مصابة، لو العضلة نفسها مصابة بيحصل ايه؟ تعمل لما بتيجي تعمل اختبار مقاومة للعضلة بيحصل فيها ألم. تعمل اختبار للمفصل بتاع الركبة، اوكي، اللي هو الني فليكشن، بيكون فيها ألم أو إصابة مباشرة. ده برضو كده كله بيدل على ايه؟ على إن في ايه مشكلة، تمام، بسبب الاختبارات بتاعت العزل، سواء كان العضل او الحوض. طبعا الحوض دي اختبارات طبعا، اتفقنا. فالخلاصة او الألم بتاع الحوض لما تيجي تعمل العزل بتاعه، الاختبارات العضلة بتاعتها طبيعية جدا سليمة، مفيش اي مشاكل. بس لو حركت المفصل او عملت اختبار لمفصل الحوض، هنا الألم بيسمع جامد جدا جدا. فالخلاصة بقى او الخلاصة عشان الفيديو داخل على ربع ساعة، لو ألم عميق ومنتشر فكر في الحوض، اوكي. لو ألم موضعي فكر في العضلة نفسها. لو الاختبارات العضلة سلبي، تمام، او ما فيهاش مشكلة، بص لمصدر تاني سواء كان الحوض او عصب. لو اختبار الحوض ايجابي، لو في مشكلة يبقى بص على الحوض. ألم مفاجئ عضل، تمام، ألم تدريجي مع الوقت حوض. اوكي، تقريبا كده شرحنا كل حاجة عن العضلة الأمامية. تقريبا كده شرحنا كل حاجة عن العضلة الأمامية، تمام. ممكن برضه فاضل ايه تفاصيل او نقاط سريعة جدا جدا، نقاط سريعة جدا جدا هنحاول برضه نتكلم فيها ايه في حاجات تانية او نتكلم فيها مع عضلات تانية ان شاء الله. واسف جدا جدا على الاطالة، واتمنى تكونوا استفدتوا، ومش تنسوا لايك، اشتراك، تفاعل، شير جامد جدا لكل الناس الحلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.